بعد ما بدأت حتشبسوت ان هي تحكم مصر كملك وبدأت تتملك كل مفاصل الدولة، بدأت تمارس سلطتها كأنها ملك. يعني مثلا بدأت ان هي تعمل حملات عسكرية لبلاد الشام والنوبة، بس الآثار اللي موجودة عن الحملات دي مش مؤكدة ومش دقيقة بالشكل الكافي. كمان غير كده شغلت المحاجر اللي موجودة في أسوان علشان تعمل 4 مسلات بتوعها، ومنهم مسلتين دول أطول مسلتين في مصر القديمة كلها. كمان شغلت المناجم بتاعة الأحجار الكريمة اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء بعد ما كان توقف العمل فيها بسبب الاحتلال اللصوص لمصر، وبعد كده ملوك مصر كانوا مشغولين بان هم يحموا الحدود المصرية من أي معتدي مرة تانية. ولكن لما جت حتشبسوت بدأت ان هي تعيد العمل في المحاجر دي مرة تانية. طبعا زي ما كلنا عارفين عملت الحملات التجارية بتاعتها، عملت حملات تجارية للبنان علشان تجلب الأخشاب لأن مصر ما فيهاش أخشاب كتير، وكمان رحلاتها المشهورة جدا لبلاد بونت عشان العاج والذهب وجلود النمور وكمان أشجار المر. فحتشبسوت جابت شجيرات أشجار المر، ما جابتش الحبوب أو البذور، وهنا تحصل أول عملية إعادة زراعة نبات مرة تانية في التاريخ، وتكون دي أول عملية مسجلة. وتحطت أشجار المر دي في المعبد بتاعها، معبد الدير البحري. كمان بنت معبد في سيبيوس أرتميتيوس لعبادة الإلهة بخت أو بستت، وده دلوقتي موجود جنوب بني حسن في المنيا. كمان رممت معبد حتحور اللي في القوسية جنوب معبد سيبيوس أرتميتيوس. وطبعا زي أي ملك لازم يهتم بالحياة الآخرة ولازم يعرف هو هيدفن فين، فهي بما إنها كانت الزوجة الرئيسية لتحتمس الثاني فعلشان كده اتعمل لها مقبرة ملكية في وادي الملكات. بس لما بقت ملك مصر شافت ان هي لازم تدفن جنب ابوها تحتمس الاول، منه ان هو كانت بتحبه جدا، ومنها علشان كمان تحط الشرعية وتقول ان انا بنت تحتمس الاول، وفي الوقت ده بالذات كان ملك قوي جدا تحتمس الاول. غير كده كمان ان هي تدفن في وادي الملوك مش في وادي الملكات. وهتبني مقصورة في معبد الكرنك اسمها المقصورة الحمراء، دي اتبنت بحجارة لونها احمر، وكانت مبنية خصوصا علشان يتحط فيها المركبة بتاعة امون المخصوصة للاحتفالات الدينية. ولكن تحتمس الثالث هدمها وتم استخدامها كمرة تانية كأساسات لجدران في المعبد. لغاية خمسينات القرن اللي فات اكتشفوا ان دي المقصورة بتاعة حتشبسوت. وطبعا زي اي ملك لازم ان هو يعرف روحه هتتقدس فين، فبنت معبد جارو او قدس الاقداس او معبد المعروف بالدير البحري، وهو اتسمى بالدير البحري علشان المسيحيين في القرن السابع اخدوا المكان ده واعتبروه ان هو دير، فعلشان كده اتسمى الدير البحري. ايام حتشبسوت المكان ده كان مقدس للإله حتحور. لو لاحظنا في كل المعابد اللي بنتها حتشبسوت هنلاقي ان كلها كانت لآلهة مؤنثة. يعني مثلا حتحور اللي اتبنى في القوسية والمعبد بتاعها في الدير البحري، ومعبد بستت او بخت كأنها عايزة تدل يعني ان دول آلهة مؤنثة عادي جدا يعني. وطبعا بقى هنا هنخش في علاقتها اللي دايما علاقة جدلية في حياة حتشبسوت، علاقتها بسنموت. سنموت كان من عائلة كبيرة جدا في أرمنت، متعلم وأصبح من أكبر مستشارين حتشبسوت، وكمان هو اللي كان قائم على بناء معبد الدير البحري وبناء المسلات بتاعتها. وغير كده كمان هو كان معلم لنفرو رع والمسؤول عن ممتلكات نفرو رع. سبب وجود جدلية في علاقة سنموت بحتشبسوت هي ان معبد حتشبسوت مربوط بممر الموجود في مقبرة سنموت، وطبعا معبد حتشبسوت ده المعبد اللي بيتم فيه عبادة روح حتشبسوت بعد ما تموت، فمعنى ان يرتبط المعبد بالمقبرة بتاعت سنموت معنى كده ان هو عايز روحهم تلتقي ببعض في الحياة الاخرة. فعلشان كده بعض المؤرخين قالوا ان كان في علاقة حب ما بينهم هما الاتنين، ولكن مفيش اي حاجة تثبت او تنفي عكس الكلام ده. اما بقى بالنسبة لعلاقتها مع تحتمس الثالث فهو بعد ما هي مسكت الحكم اتعلم في المعابد وتعلم اللغة المصرية القديمة وبدأ يتعلم سلك الكهنوت، وبعد ما كبر شوية ودته الجيش علشان يكون جندي قوي. وطبعا بعد حياة حافلة بالإنجازات والتماثيل والمسلات والمعابد حتشبسوت بدأ نورها يقل بسبب الأمراض اللي جات لها، فكان عندها التهاب في العظم وبالذات في عظم الظهر، وكان عندها التهاب في الأسنان، وكمان كان عندها مرض السكري. وبعض العلماء بيقولوا ان كان عندها اللوكيميا او اللي هو مرض السرطان الدم، وده كان سبب موتها.
قبل ما يتم اكتشاف الموميا بتاعتها كان بيقولوا ان الموميا اتقتلت على يد تحتمس الثالث، بس بعد ما اكتشفنا الموميا بتاعتها اكتشفنا ان هي ماتت بسبب اللوكيميا ومرض السكري. اما بالنسبة لآثار حتشبسوت فتم تشويهها. في بعض المؤرخين بيقولوا ان تم تشويهها بسبب تحتمس الثالث اللي شوه كل اثارها، فمثلا حط قدام مسلة من مسلتها جدار كبير جدا عشان يعزل الناس ان هم يشوفوا المسلة بتاعتها. وفي بعض الاراء بتقول ان اخناتون شوه بعض الاثار بتاعتها، لان زي ما احنا عارفين اخناتون كان قائد الثورة الدينية لعبادة الاله اتون، وهي كانت بنت الاله امون زي ما عرفنا، فعشان كده اتشوه حاجات كتيرة جدا من المعبد بتاعها صور الاله امون. بس بعد كل ده حتشبسوت تسيب لنا أسطورة واحدة فضلت ورا حلمها، أسطورة واحدة كانت شايفة ان الدم النقي اللي بيجري في عروقها هو اللي يخليها لازم تحكم مصر، وذكائها وعلاقتها ساعدها ان هي تحكم مصر. قدرت ان هي تعمل رخاء اقتصادي في مصر كبير جدا، وحكمت مصر في اقوى عصورها، وهي المرأة اللي حكمت لفترة كبيرة جدا تمتد ل 22 سنة في العصور القديمة، وده ما كانش موجود كتيرة في العصور القديمة. مش موجود ان واحدة ست تحكم بلد كبيرة جدا وامبراطورية كبيرة جدا زي مصر في الوقت ده. سابت لنا دليل على تحضر الشعب المصري بان هو خلى واحدة زي حتشبسوت ان هي تكون ملكة لمصر لمدة 22 سنة. ومش بس بنعرفها بأثرها اللي ممكن تكون اتشوهت في بعض الاماكن، لا كمان عارفينها في المدارس وبتدرس في كل جامعات ومدارس العالم كلها. دي قصة واحدة عندها إرادة. وبعد ما اكتشفوا الموميا بتاعتها فضلت في المتحف المصري اللي في التحرير، ولكن تم نقلها في موكب المومياوات الملكية اللي كان حدث كبير جدا في وقتها. مش هي بس اللي اتنقلت الموميا بتاعتها، لا ملوك كتيرة جدا ومنهم تحتمس الثالث، وهي دلوقتي الموميا موجودة في متحف الحضارة في الفسطاط. استنوني في الحلقات الجاية هتشوفوا قصص احلى واحلى من القصة دي. مع السلامة.